خوتي خواتاتي الاعزاز، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الخط الاحمر. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع اللي هو في غاية الاهمية، والاكيد ان الكثير منكم ما كيعرفوش. علاش؟ حتى اللي عارفو راه كيعرف الفصل 447 من القانون الجنائي، خصوصا الفقرة الاولى منه اللي هي كتمنع من التقاط واخذ صور ديال الاشخاص دون موافقتهم او نشرها. الان هذا الفصل هذا تم التعديل عليه، وكيقولوا بمعاقبه من قام بتسجيل او نقل او نشر او توزيع او بث او عرض علنا باي وسيله كانت محادثه سريه او ما شبهها دون موافقه الاطراف المعنيه بالسجن من شهر الى سنه، وغرامه ماليه من 2000 درهم إلى 10,000 درهم، بالإضافة للتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني. بمعنى خوتي خواتاتي الأعزاز أن هذا التسجيل ما غادي يفيدكم حتى شي حاجة. من الأحسن ومن الأفضل وحماية لكم أن هذا التطبيق اللي منزلو في الهاتف ديالو غير يمحيه، غير يزولو، لأن غادي يوقعوا في مشاكل اللي هي كبيرة وهو في غنى عنها. ثم مسألة أخرى خوتي خواتاتي الأعزاز، أن هذاك التسجيل حتى وكون بغيتي مثلا تستعملوا للاستئناس في شي قضية معينة فما غادي تكون عنده حتى شي قيمة، لأن التسجيلات التي لها قيمة ويعتد بها هي التسجيلات اللي تتم تحت الإشراف المباشر للسادة قضاة النيابة العامة والسادة قضاة التحقيق. كتلاحظوا معايا أيضا على أن بعض الأحيان كتلقاو مثلا شي مكالمة مثلا من إحدى الشركات اللي هي ديال الاتصالات مثلا، فاش كيتكلموا معك كيقول لك بأن هذه المكالمة راه قابلة للتسجيل، بمعنى راه كيعلموك هما مسبقا باش أنك ما تعملش على السب أو القذف أو أنك تخرق شي قانون من القوانين اللي كيعاقب عليها القانون. كذلك فهاد المسألة كما قلت لكم أنها ما غاديش تفيدكم، وعلى أنها بالعكس أنها كيمكن توقع الإنسان في واحد الأخطاء اللي هي غادي يندم عليها مستقبلا. هذا طبعا كله كيدخل في إطار حماية حقوق المواطنين. فحقوق المواطنين، الحياة الخاصة ديال المواطنين هي خط أحمر، والمشرع الآن أصبح يضرب بيد من حديد على أي واحد كيمس الحياة الخاصة ديال المواطنين كيفما كان. يعني حتى شي واحد ما كيتستثنى من العقوبة، ما يقول لك لا أنا صحفي ولا أنا صحفية ولا أنا قدر ولا الجلالي. أي تسجيل ديال أي مكالمة أو بث هذيك المكالمة أو تصوير الشخص في حالة في وضعية خاصة يعاقب عليه الفصل 447 الفقرة الأولى ديالو من القانون الجنائي. إذا باش ما نوقعوش في الخطأ وما نوقعوش في المحظور، خاصو تكون عنده واحد الدراية قانونية ولو قليلة. إذا الأمور الإخوان راها كتغير وكتبدل، ومؤخرا كتلاحظوا على ان كاينه واحد الترسانه قانونيه يعني تضمنات في المسطره الجنائيه اللي هي ربما الكثير من الناس ما كيعرفوهاش. فانا شدت على ان هذا الفيديو هذا غادي يفيدكم وغادي يهمكم، وهذا علاش انا حاولت ننزله باش تستافدوا منه وباش يعني تعمموا هذه المعلومات هذه على الناس اللي هما ما عارفينش، وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا في اطار يعني نشر المعلومات اللي هي هامه واللي هي مفيده، واللي ايضا من خلالها انكم غادي تجنبوا واحد العديد ديال الاشخاص من انهم يكونوا عرضه انهم يتسجنوا او يتابعوا باي متابعه كيفما كانت من هذا القابل. اذا خوتي خواتاتي الاعزاء، كما قلت لكم يعني كاينه واحد الظاهره حاليا، هذاك لو بارطاج ديال بعض الفيديوهات عبر تطبيق الواتساب. كتلقى مثلا واحد كيتوصل احيانا بواحد الفيديو ولا كيتوصل بواحد التسجيل صوتي وكيبقى يبارطاجيه مع الاصدقاء ديالو مع ايا كان. هذه راه جريمه كيعاقب عليها القانون، وخصوصا ملي كتكون هذيك المعلومه غير صحيحه. وكنعرفوا على ان العديد من الاخبار والعديد من الفيديوهات اما انها كتكون قديمه او انها كتكون مثلا وقعات في شي
مثلا في شي دول اخرى. مثلا واحد الوقيته كانت تراج واحد الفيديو على اساس على انه وقع في مدينه مكناس بان شي عصابه دخلوا لواحد المسبح وقتلوا واحد الشخص، يعني امام الملأ وفي واضحه النهار، في حين ان هذه الواقعه لا اساس لها من الصحه، وان ذيك الواقعه وقعت في احدى المدن في امريكا اللاتينيه. يعني انا حتى ذاك النوع ديال الاجرام حنا الحمد لله في المغرب راه ما عندناش، كاين عندنا ضبط، كاين عندنا امن، كاين الحمد لله الوضعيه في المغرب الوضعيه هي امنه جدا، بغض النظر على ان بعض الدول راه كتشوفوا على ان القتل عندهم يعني قتل انسان بحال انه كيقتلوا واحد الذبابه. دونك حنا بالنسبه لنا حنا المغرب الحمد لله كان صراحه كنفتخروا باننا عندنا امن وعندنا امان، وحتى وان كانت مثلا بعض الجرائم ولا هذه فكتكون جرائم اللي هي عرضيه، يعني ما كيكونش مساله ديال كما كنقولوا دوك الكريم دو سبيكتاكل. وكتعرفوا خوتي خواتاتي العزاز على انه لا يعذر احد بجهله للقانون. وهذا علاش انا خديت هذه الحصه هذه باش نتكلم لكم على هذه الماده، لان الكثير كثير كثير منكم كيستعملها دون ان يعلم ودون ان يدري على ان القانون كيعاقب عليها. اذا رجاء خوتي خواتاتي العزاز هذا الفيديو حاولوا تبارطاجوه بزاف باش تعم الفائده، لان الدال على الخير كفاعله. تبارك الله عليكم وتحياتي.